السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة كل صباح بصنعة في مطبخ أم ندى. دائما مع بيت الخزين وتحضير نقولوا رمضان وما بعد رمضان إن شاء الله، وإذا كان في العمر بقية، وإذا كتبوا ربي إن شاء الله الحمد والشكر لك يا رب، وإذا ما كتبوش ربي يقعد اللي مورانا إن شاء الله تكون صدقة علينا يا رب العالمين. بيت الخزين دائما مازلنا نعمروا فيه مليح، وبيت الخزين بكري الناس ولا نسى الحراير، نسى نتاع الصح ولا المرا نتاع الصح كانوا يقولوا له ستيرة. بيت الخزين بيت العولة، بيت العولة، كل واحد كيفاش يسميه، لو ستوك. يقولوا له ستيرة، يعني كي يروحوا يقضوا يشروا بالقرو. شكارة تاع السكر يجيبوا شكارة كبيرة، ماشي بالرطل وبالنص رطل وبالكيلو. السميد، القمح، الشعير، كل شي الزيت كيلو تاع العام. كل حاجة يشروا بالعام. وش يشروا المشتريات اليومية هي الخضر والفواكه. منها الخدام يتهنى وما يقعدش كل يوم هو يدور في المحلات، خدام، والمرأة لا تياب شغل دارها ووليداتها، ومنها كل شيء كاين في الدار. هاد السنة هذه ولا سنة الأجداد على كل حال اللي تناسيناها، ولا الظروف اللي فرضت علينا أننا نتخلاو عليها. إن شاء الله بشوية بشوية نحيوها، لأنه مليحة مليحة مليحة، واللي يقدر عليها حاجة مليحة يا البنات. سترة في الدار، عندك قرعة تاع الخل، علاه انايا حتى تخلص القرعة ولا نص قرعة ما يديريش بنادم. انسان يكون مريض، جاوه ضياف ما يقدرش يخرج، كاش وحده عندها يماها كبيره، مراه كبيره في الدار، ولا عجوزتها كبيره في الدار، لا تيابيها تقومها تتقاسيها. ماشي كل يوم احنا في المحلات على جال قرعه تاع الخل نروح نشري قرعه تاع الخل، نشوف لي بروموسيون نولي نشري. عوض ما كنت راح نشري حاجه تاع 12 ولا 10,000 نلقى روحي صارفه 50,000 وانا كل يوم في المحلات. لا شي في داري. وسبحان الله سبحان الله يا البنات، غير بيت الخزين فيه البركة صح نحطو فيه دراهم كبار، لكن صدقوني غير فيه البركة. هذه هي يا البنات مقدمة حبيت نبداها. نبدا هذا الفيديو بها لانه صراحة يا البنات بيت الخزين فيه البركة. عفوا. واش شرات ام ندى، واش زادت في بيت خزينها مستجدات بيت الخزين، اللي هو اول حاجه هو الخل. اللي كنت قلت لكم الخطره اللي فات انا مازال خاصني الخل، شريته لانه انا عندي نوع معين تاع الخل، ما واذا ما كاش ما لقيتوش ما نشريهش. هذا شوفوا يا البنات، هذا لو ديسان هذا تاع هذا العام. هذا لو ستوك تاع هذا العام، هذه بديتها، هذه راهي المستجدات. الاستعمال اليومي راهي مفتوحه لهنا، راهي ناقصه شويه، يعني استعملتها مره واحده، اي ناقصه شويه. هذا الاستعمال اليومي. هذا الشهر هذا قعدت لي من لو ستوك القديم، ستوك تاع العام الماضي، بقات لي من هذا. شوفوا هذا لو ديسان هذا تاع العنب، ستوك تاع القديم شويه تاع العام الماضي، هذه جديده. وكاين اللي قبله تاني، قعدوا لي زوج من ستوك اللي قبلوا، وزوج ولا ثلاثه تاع العام الماضي، والباقي هادوما اللي شريتهم جدد. انا ستفتهم لهنا، هادوما تاع عام كامل ان شاء الله. ودائما انا نستعمل، يعني نقي به شيال، تقولوا لي بزاف نقوا به الدجاج، نعملوا به مخللات. يعني الخل نلقاوه يعني نستعملوه. انا بالنسبه لي ماشي حاجه كبيره، يعني هذا يكفيني الحمد لله رب العالمين. شريت الشوكولا تاع الحليب. انا كيما نلقاش ولا نكون مضطره ندير، كيما قلت لكم دائما نشاركها معكم، الكاكاو والسكر غلاسي ولا السكر عادي وشويه تاع الفاني، قريصه هكذا، لا اون بانسي تاع الملح، وتديروا بنتي في الحليب. لكن كي نلقى هكذا دي بروموسيون نشريهم. هدية راهي هنايا راهي مكتوب راهي 48,000. هاي لك 48,000، انا لحقت نشريها ب50 و51,000. ما وليتش نشريها. هذه لقيتها هي مكتوب 48، لكن كي خلصتهم 45 يا البنات،
45 وقال لي راهم بروموسيون، مكتوب 48 ومن بعد خلاهم 45 وجبت 3 نتاع الكيلو شوكولا تاع الحليب للاطفال. هذه ندير هادو كوتي هنايا. هادو عندي الكاكاو، دائما انا نديباني بالكاكاو ونخلط ديفا نخلط باش تجي بنينه، لانه صراحه هذه بنينه يعني الذوق نتاعها وحده، ماشي ممكن نديروا الكاكاو بالسكر والفاني يجي يعني يجوز يجي في الحليب، لكن شوكولا بودغ ذوقها وحده. لقيت هادوما يا البنات بروموسيون، هادو ان شاء الله ويلا حيانا رب العالمين، وان شاء الله يا ربي يكتبهم هادو لرمضان ان شاء الله. البوراك والكغاتان ولي سوب تاني ملاح لي سوب، فيه 900 غرام، خلصتو 45,000. وكنت من قبل شريته يعني للشهر، استعملته عندي شهرين وانا نستعملو، يعني نديرو في الفريجيدار ما يصرى والو، غير في الثلاجه عادي. نستعملو الاستعمال اليومي ولا تاع الشهر هذاك. خلصتو 54 ولا 56,000، لكن هاد المره لقيتو بروموسيون 54,000 جبت زوج. هادو ان شاء الله في زوج، لانه اللي شريته مازال عندي ويشد كي يكون فريجيدار ومغطي مليح، وكي نقطعو منه نعاودو نغطوه بلو فيلم اليمونتير، ونعاود نرجع له الالومنيوم ونديرو في علبه محكمه الغلق في فريجيدار يكون يبرد مليح ما يصرالو والو. مازال عندي هذاك اللي شريته، ما نقول لكم 54 ولا 55، المهم. وهذا ان شاء الله نخليه لرمضان ويلا حيانا رب العالمين. هادوما نتاع رمضان ان شاء الله. قلت لكم 45,000 زوج ب90,000. هادوما يا البنات انا دائما نشري نحطهم دائما في الستوك نتاعي، دائما في العوله نلقى هكذا بعد الاعشاب نشري. هذه شريتها ب10,000، وعندي تاع الاستعمال اليومي، عندي علبه راهي في المطبخ من داك يعني نستعملوها، ودائما نخلي هكذا نحطها في المطبخ. من داك نشري الرند، من داك ماشي نشري هنا الرند ما نشريش نجيبو. هاد المره ما جبتش بزاف الرند، ما عندي مازال ما جبتوش، ما عنديش. هذا الكاليتوس يا البنات مليح مليح، الكاليتوس نبخرو به نحطوه في قدره ونخلوه يغلي، وهذاك البخار هذاك نتنفسو فيه. ورقه واحده ما نكثروش، تحطوها في التيزانه مع عده انواع تاع الاعشاب، الويزا، اكليل الجبل، بزاف حوايج يعني، حتى الخزامه انا نحطها، الخزامه البابونج، هذا الامور كل ما نلقى نجيب ونخبي. لانهم هادو يعني كثره تاعهم يضروا، لكن ملاح في الدار. الويزا، النعناع، الكاليتوس، الرند، الزعتره، الزعتر مليح، زعتره للطياب لكن الزعتر مليح، زعتر والاكليل الجبل. هادو ما حبيت نشاركهم معكم لانه هادو تاع التخبيه ماشي للاستعمال. كنت كل مره نحضرهم قبل الشتاء، لكن هذه المره ما توفقتش باش نحضرهم، لكن كي كتب ربي هذه الايامات شريتهم شاركتهم معكم، لكن هذو يتخباو يعني ورقه زوج هذا يشد. الله يبارك، الله يبارك، ربي يكتبوا برك. هذا ما كان حبيت نشارك معكم هذه العلبه تاع الطماطم يا البنات، وما تقولوليش اشهار ماشي اشهار، راني شريتها بدراهمي. نحب كي نلقى حاجه مليحه نشاركها معكم، ننفعكم بالسومه تاعها، ننفعكم بلا كاليتي تاعها. كاين امور شريتهم رخاص وما عجبونيش وما زدتش عاود كامل هضرت عليهم، لكن هذه شريتها البارح. شريت هذه شيت وحده برك، هذه شيت وحده برك وجربتها وطيبت بيها، يعني شريتها باش نخدم بها بالشهر. جامي استعملت هاد لا مارك هذه، وكي عجبتني عاود زدت شريت واحده اخرى. شريت واحده برك لانه طماطم عندي لو ستوك. نوريكم كيفاش دايره الداخل. مليحه شابه يا البنات، حمراء وماشي قارصه وماشي مره، وحتى طياب يعني درت بها مقارون هذيك البتيت كود، جات تهبل. شوفوا شحال ثقيله يا البنات، مليحه. كنت نشري ماركات واحد اخرين لان يعني زادوا في لي بري نتاعهم. زهره كنت نشريها ومازلت يعني نشريها، لكن الكبيره نتاعها ولات 30,000 والصغيره تاعها 17,000. هي مليحه على كل حال، كاب مليحه بصح خفيفه مايها داخل، يعني علبه ما تشد لك والو، علبه تاع طيبي بها مرتين كي يكونوا عائله. هذه واسمها نور، ولو بري نتاعها 20,000 يا البنات، 20,000 بارابور للزهره ديال 30,000. حبيت نشاركها معكم يا البنات. هادو الاستعمال ماشي لو ستوك عندي، لكن حبيت نشارك معكم هذا النوعيه هذه تاع الطماطم باش ننفعكم ان شاء الله.
لو فلون انا شريت، وكان الاخت نصحتني قالت لي شري تاع الكيس، قلت لها ان شاء الله ولا لقيتو نشريه، لانه قليل وين يجيبوه، ما يجيبوهش بزاف، لكن كي لقيتو شريتو فعلا. هذه نخرج فيها خير من تاع لي بواط. شريت وحده شوكولا وحده فاني. الكراميل نحبو نموت عليه بصح ما لقيتوش، راني موصيات صاحب المحل مازال ما جابوش، ما شريتوش من لو غروسيس، شريتو من محل عادي. لو بري ولا غير نسيتو يا البنات، نسيت، وقيله 30000 30000 شي زوج ب60000. شريت نونوكس يا البنات، هاو ديك لو بري نتاعو 80000. سمن نباتي 80000 للعلبة، جبت 3. تاع العام الماضي كنت شريتو، مازال لي واحد تاع مدينة، واحد مغلوق. شريت هادو ما يعني يطولوا، هادو تاريخ انتهاء صلاحية نتاعهم يطول. شريت حليب بالبودرة، كاين عده ماركات، انا ماشي ما نشري هذه، ما نشري لويا ما لقيتهاش وغلات يا البنات. راني نحوس على لو بري تاعها، شريتها 105000 غامديك كاع حط فيهم 105000 للكيس. جبت 3 هادو ان شاء الله ولا كتبوا ربي لرمضان وما بعد رمضان. ودي فوا دوكا ما يجيبوا الحليب الحمد لله، لكن ما يديريش بنادم. ودائما الحليب انا تاع الاكياس نزيد له شويه، ملعقتين ولا 3 باش ندير به الفلون في رمضان. هذه هي، والملعقه ولا زوج البريوش. وعندي السكر جبت 3 اكياس، وعندي تاع الكيلو اللي كنت شاركته معكم من قبل، عندي 5 كيلو ولا 6 كيلو راهم مخبيين ان شاء الله. احنا ما نستعملوش بزاف السكر، غير في رمضان يكون قلب اللوز، الشربات، المعسلات، طاجين الحلو، هادو هما. هذا هو ستوك اللي وش زدت مستجدات بيت الخزين، حبيت نشاركه معكم يا البنات، وباش نقول لكم بلي هذه الكميه ان شاء الله ولا كتبها ربي يعني كميه تاع السنه. انا كي شريت هاد المره ان شاء الله، ميم اذا خلاص لي الحليب ما نزيدش نشري، يعني نشفق عليه بشويه باسكو الشيا غالي. السمن تاني نشفق عليه غير بالفتيته للحلوه تاع العيد لرمضان ان شاء الله. شويه قطايف نحمروهم، شويه سامسه، شويه منا ونشفق، يعني ماشي كي عندي هاد لا كونتيتي نبدا رحي لا ان شاء الله ولا كتبها ربي. تحدي لازم يكملوا لي سنه. العام الماضي كنت شريت 3 وشاركته معكم تاع المدينه، ودرت تحدي لازم يشدوا لي سنه، استعملت علبتين في سنه والعلبه مازالت لي. هذا ان شاء الله تاني يكون سنه ولا كتب ربي ان شاء الله. ودائما انا كما قلت لكم ندير تحديات لعمري، نقول هذه السنه، لكن معليش انا شي 3 سنه نستعمل زوج، ولا كنت شاطره نخلي وحده. هادو هما يا البنات مستجدات بيت الخزين، ما خبي والو عليكم، حاجه اللي نزيدها بيت خزيني نشاركها معكم، ان شاء الله نحفزكم ونعمل لكم كوراج، وان شاء الله يا ربي نكون نفعتكم وافدتكم ولو بالقليل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.